في 2023 واحد صاحبي اسمه احمد كان عايز يشتري في الساحل، وكل مره كان بيقع في نفس المشكله، يا اما السعر غالي يا اما المطور نص كم، لحد ما هوب الاسعار اتضاعفت وما عرفش يشتري اي حاجه. لما جه حكى لي عرفت اجيب له فيلا بنص سعرها دلوقتي، والفرق هيحطه في جيبه. الفيلا دي سعرها كان 29 مليون قسط بس على 7 سنين، وسعرها بعد خصم الكاش كان حوالي 24 مليون. احنا بقى خليناه يشتريها قسط ب 16 مليون جنيه بس. ازاي؟ تعال بص معايا. سعر الايجار دلوقتي لنفس الفيلا دي 35,000 جنيه في اليوم، وسعرها المتوقع عند 2027 اللي هو الوقت اللي انا بستلم فيه هيكون في حدود ال 45,000. يعني ايجارها في الشهر هيوصل لمليون 350,000 جنيه. ولان سيزن الساحل عباره عن 3 شهور هنأجرها شهرين ونص بس، واسيب لك اسبوعين تبلبط فيهم. يعني تقريبا هيجي لك 3 مليون و400,000 اللي هو يعتبر القسط السنوي بتاعك. يعني كل اللي هتدفعه هو الداون بيمنت واول سنتين بس، وباقي الاربع سنين بيدفع من الايجار. ودي فرصه ما تتعوضش، بس الاهم انك تختار الوحده الصح اللي تعرف تاجرها، ما هي مش حسبه وخلاص. فلو عايز تبقى زي ابو حميد سجل بياناتك واحنا هنكلمك.